اسمعني للآخر لأن الكلام ده ممكن يغير طريقة تفكيرك للأبد. في ناس كتير فاكرة إن النجاح محتاج ذكاء خارق أو واسطة أو حظ، بس الحقيقة إن في ناس أذكى منك وفشلوا، وفي ناس أبسط منك ونجحوا نجاح يخوف. الفرق الحقيقي بينهم مش في الإمكانيات، الفرق في عادة واحدة بس، عادة صغيرة جدا بس بتدمر حياتك بهدوء. العادة دي اسمها الانتظار. أغلب الناس مستنية الوقت المناسب، مستنية تبقى جاهزة، مستنية الظروف تتحسن، مستنية الدافع يجي. بس خليني أقولك الحقيقة الصادمة، العمر كله بيعدي وانت مستني، والوقت المناسب عمره ما بيجي. الناس اللي نجحت ما كانتش جاهزة، ما كانتش واثقة، ما كانتش مرتاحة، بس بدأت وهي خايفة، بدأت وهي مش فاهمة كل حاجة، بدأت وهي بتغلط. انت بقى بتعمل ايه؟ بتفكر، تحلل، تخطط وتأجل، تقول بكرة، تقول لما تحسن، تقول لما أبقى جاهز. بس الجاهزية وهم. مفيش حد بيصحى فجأة جاهز يغير حياته. الجاهزية بتيجي بعد الحركة مش قبلها. أخطر جملة ممكن تقولها لنفسك هي لسه بدري. الجملة دي بتسرق منك أيام وشهور وسنين، وانت فاكر إنك بتأجل بس، لكن الحقيقة إنك بتضيع. كل يوم بيعدي من غير خطوة ثقتك بنفسك بتقل، حماسك بيموت، وحلمك بيصغر. وعارف إيه الأسوأ؟ إنك تبدأ تصدق إنك مش مناسب، إنك فاشل، إن غيرك أحسن منك. بس ده كذب. أنت مش محتاج تكون أحسن، أنت محتاج تكون شجاع. شجاع إنك تبدأ حتى لو مش كامل، شجاع إنك تغلط، شجاع إنك تتحرك خطوة واحدة بس النهاردة، مش 10 خطوات ولا خطة 5 سنين. خطوة واحدة، مكالمة، قرار، ساعة شغل، محاولة. لأن الخطوة الصغيرة دي هي اللي بتكسر اللعنة، لعنة الوقوف مكانك. ولو افتكرت حاجة واحدة بس من الفيديو ده، خليها دي: انت مش متأخر، انت بس مستني. وأول ما تبطل انتظار، حياتك هتتحرك. مش بكرة، مش الأسبوع الجاي، النهاردة، دلوقتي.